السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله يا أولاد النهارده هنحل مع بعض امتحان محافظة دمياط من ملحق كتاب المعاصر في مادة اللغة الإنجليزية ترم أول منهج جديد صفحة 67 و 68. فقبل ما نبدأ الناس ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من زمايلكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بسم الله نبتدي مع بعض. السؤال الأول معانا يا أولاد سؤال نص الاستماع listen and circle. أول واحدة هنا بيقول لي سمير grows many، يعني سمير بيزرع الكثير من إيه every year. every year يا أولاد يعني كل سنة. طبعا سمير في نص الاستماع قال إن هو بيزرع الكثير من الفروتس اللي هي الفواكه. اتنين he gives the نقط، هو بيعطي الإيه water ماء طبعا they need اللي هم محتاجينه. طبعا بيعطي دي التريز اللي هي الأشجار المية طبعا اللي هي محتاجاها. 3 سمير sends يعني بيرسل a lot of fruits الكثير من الفواكه to the نقط للإيه؟ طبعًا يبقى أكيد بيرسلها للfactory اللي هو المصنع. 4 سمير is a good، سمير بيكون إيه جيد، طبعًا سمير is a good farmer يعني مزارع جيد. بعد كده رقم 2 أسئلة اللي تشوز. أول واحدة بيقول لي camels are perfect، يعني الجمال بتكون حيوان مثالي للإيه؟ طبعًا يا أولاد الجمال حيوان مثالية للديزرت اللي هي الصحراء. 2 tomatoes الطماطم have لديها إيه inside بالداخل. طبعًا عارف إن الطماطم بيكون لديها الseeds يعني في داخلها اللي هي البذور بتاعتها. 3 people in China الناس في الصين speak بيتحدثوا إيه؟ طبعًا الناس في الصين يبقى أكيد بيتحدثوا اللغة الصينية، اللغة الصينية اللي بيقول عليها بالchinese. 4 the نقط connects بيوصّل the pipes اللي هي المواسير والحنفيات. طبعًا الكلام هنا على الplumber اللي هو السباك. بعد كده number 3 read and complete. هنترجم الكلمات اللي فوق. أول كلمة كلمة through يعني يرمي. driver اللي هو طبعًا سائق الأوتوبيس. trash طبعًا هي القمامة. listen يستمع وget يعني يحصل على. هنا بيقول لي we should show respect يعني يجب أن نظهر الاحترام to the people للناس around us حولنا. I respect the cleaner أنا باحترم عامل النضافة. I don't throw أنا لا ألقي الإيه؟ يبقى طبعًا لا ألقي الtrash اللي هي القمامة. in the street طبعًا في الشارع. I respect the teacher أنا باحترم المعلم بتاعي. I not to him carefully أنا إيه له طبعًا بحرص. يبقى طبعًا أكيد I listen أنا باستمع ليه بحرص. I respect the bus أنا باحترم الباص إيه؟ طبعًا يبقى أكيد الباص driver اللي هو سائق الأوتوبيس. I say thank you أنا باقول له شكرًا when I لمّا أنا of the bus من الأوتوبيس. طبعًا when I get off the bus يعني لمّا باغادر الأوتوبيس. بعد كده number 4 سؤال القطعة. هنا بيقول لي my name is سما، بنت اسمها سما بتقول I spend my weekend أنا قضيت أجازة الأسبوع بتاعتي at home في المنزل with my family مع عيلتي. We have 3 meals every day عندنا طبعًا 3 وجبات كل يوم. breakfast الفطار، lunch الغدا and dinner والعشا. I always have milk أنا دايمًا باشرب اللبن and eggs والبيض for breakfast على الفطار. My favorite meal وجبتي المفضلة is lunch هي الغدا. I like it أنا باحبها because all the family لإن كل العيلة sits together بيجلسوا معًا to eat لكي يأكلوا and talk ويتحدثوا. My mother والدتي cooks بتطبخ special food طعام مميز for us لنا. I often help her to the kitchen أيضًا باساعدها في المطبخ. Today اليوم we are having potatoes عندنا النهارده بطاطس and chicken ودجاج. It looks delicious طبعًا بتبدو أو طعمها شكله لذيذ. تعالوا بقى نقلب ونكمل حل الأسئلة. بعد كده يا أولاد عندنا أول سؤال من أسئلة التشوز بيقول هنا Sama's family has يعني عيلة سما لديها إيه meals وجبات every day كل يوم. طبعًا عيلة سما قال لك إن هم عندهم 3 meals يعني 3 وجبات كل يوم. 2 they are having هم طبعًا بيتناولوا إيه and chicken ودجاج for lunch للغدا today أو على الغدا النهارده. يبقى طبعًا هياكلوا قلنا طبعًا إن هم هياكلوا potatoes يعني بطاطس وفراخ على الغدا. بعد كده أسئلة الأنسر. السؤال الأول بيقول لي what does Sama have for breakfast سما بتتناول إيه على الفطار؟ طبعًا قالت إن هي she had طبعًا اللي هي بتتناول طبعًا milk لبن and وطبعًا eggs اللي هو البيض. بعد كده بيقول لي what is سما favorite meal إيه هي وجبة سما المفضلة؟ طبعًا قالت إن هي وجبتها المفضلة هي الlunch اللي هي طبعًا وجبة الغداء. بعد كده يا أولاد number 5 read and write سؤال التصحيح. أول واحدة بيقول لي I want to play أنا أريد أن ألعب إيه؟ لكن my leg hurts my leg يعني رجلي بتؤلمني. طبعًا هنا هو محتاج أداة ربط مكان كلمة so. طيب أنا أريد أن أفعل كذا لكن رجلي تؤلمني يبقى هنا هاربط بكلمة but لأن الجملتين مش متشابهتين. 2 the cow البقرة is بتكون small than the elephant أصغر من الelephant اللي هو الفيل. طبعًا صيغة مقارنة وعندي كلمة than وصفة قصيرة يبقى هازود للصفة er هتبقى smaller.
Number 3 the living room غرفة المعيشة is بتكون behind to the bathroom خلف الحمام. طبعًا غرفة المعيشة عندي هنا كلمة to، طالما كلمة to يبقى لازم أستخدم كلمة next بدل كلمة behind. next to يعني بجوار. Number 4 بيقول لي these children هذا الطفل are going to school بيروح للمدرسة. طبعًا children يعني أطفال، يبقى ما ينفعش أستخدم معاها this، يبقى أستخدم معاها طبعًا كلمة these اللي هي طبعًا خاصة بالجمع. بعد كده punctuate علامات الترقيم جايب لي جملة بادئة بmy favorite. أول حرف هاعمل له capital حرف الM، وطبعًا جملة هتنتهي بالfull stop. السؤال الأخير سؤال الباراجراف جايب لي paragraph هنا بيقول لي اتكلم فيه عن الفينيك فوكسز اللي هي ثعالب الفينيك. طبعًا عملناه قبل كده مع بعض كتير يا أولاد، تعالوا نشوف هنعمله إزاي مع بعض. أول حاجة طبعًا عاوزني أتكلم أقول أين يعيش وطبعًا بياكلوا إيه. طيب أول حاجة هاجيب جملة أفتتح بيها الباراجراف، وأول حاجة هاقولها إن فينيك فوكسز ثعالب الفينيك are very beautiful يعني حيوانات شكلها جميل جدًا. طيب بيعيشوا فين يا أولاد؟ هاقول طبعًا إن هم they live in the Sahara desert طبعًا بيعيشوا في الصحراء البيضاء. طيب بياكلوا إيه أو بيتغذوا على إيه؟ هاقول طبعًا إن هم they eat leathers يعني بياكلوا السحالي and small animals. small animals طبعًا اللي هي الحيوانات الصغيرة زي الفئران والحاجات دي. بعد كده هاقول طبعًا إن هم لديهم طبعًا أذن كبيرة، يبقى هاقول طبعًا they have big ears يعني طبعًا عندهم أذن كبيرة طويلة طبعًا. كده طبعًا يا أولاد يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح، وأتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما ينساش يدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.